متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، وعلى المسلمين كلهم يا رب. هنعمل مع بعض شويه قراقيش كده بقى لزوم فطار العيد. كل سنه وانتم طيبين. هنعملها بطريقه سهله وطريقه نظيفه ومضمونه واحلى من اللي بنشتريها من بره بكتير. هنبدأ في وصفات العيد. اول حاجة انا بحب اعملها في وصفات العيد قبل الكحك وقبل البسكوت، اهم حاجة عندنا بتبقى هي القراقيش اللي بالعجوة. هنعمل شوية قراقيش بالشمر واليانسون تحفة. يلا حبايب قلبي، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف مقاديرنا هنا بتقول ايه. انا النهارده هعمل 2 كيلو من الدقيق، هعملهم قراقيش. خلاص، هي بترمي كميه حلوه قوي، بس انا هقول لكم مقدار الكيلو بحيث اللي عايز يعمل كيلو يبقى عارف هو هيعمل ايه. انا عندي كيلو دقيق بياخد 350 جرام من السمنه ونص كوبايه زيت وكوبايه لبن ونص كوبايه ميه. خلاص، ده مقدار الكيلو. وبياخد 4 معالق سكر، معالق صغيرة اللي هي معلقة الشاي، وبياخد معلقتين نشا، وبياخد معلقتين سمسم، ومعلقتين شمر وينسون، وبياخد معلقة خميرة واحدة. كيلو دي بياخد معلقة واحدة من كيس الخميرة الجافة ده. خلاص، ونص معلقة بيكنج باودر. هنسمي الله كده بقى ونشوف واحنا بنعمل. هنشتغل برضو، ولو عايزين اكتب لكم المقادير واسيبها لكم في صندوق الوصف هكتبها واسيبها في صندوق الوصف. بص يا حبايب قلبي، انا اول حاجه عندي عملتها، جبت الشمر واليانسون بتاعي، نقيته كويس قوي عشان بيبقى فيه تراب، ونخلته بمصفى ناعمه وحمصته على النار، وبعد كده خدته ضربته ضربتين كده في المطحنه. انا مش عايزاه مطحون ناعم، انا عايزاه يبقى مجروش. خلاص، طحنته نص طحنه كده بحيث ان هو يبقى ما يبقاش الحبات بتاعته سليمه قوي. خلاص، ده شمر على ينسون. هناخد كل كيلو هياخد معلقتين، والسمسم ومعلقتين سمسم. انا طبعا عشان عامله 2 كيلو فانا عامله دولت 700 جرام من السمنه. اي سمنه انتوا تحبوها، عايزين تعملوه زيت صافي اعملوه، عايزين تعملوه سمنه صافي اعملوه، عايزين تعملوه سمنه بلدي نص ونص براحتكم، اختياري خالص. خلاص، دول 700 جرام من السمنه. انا هو حطاهم هنا عشان وزناهم. خلاص، هحطهم على النار، هقدحهم على النار. خلاص، على ما ادخل الدقيق بتاعي واحط المكونات بتاعتي عليه، هكون هحطه على النار يسخن. خلاص اهو، هولع على السمنه بتاعتنا كده. اول حاجه هركن بقى الحاجات دي كده عندي على جنب، السمسم والشمر والحاجات دي، وهقول المقادير برضو وانا شغاله تاني. خلاص، اول حاجه هجيب عندي الطبق اللي هعجن فيه اهو، وهجيب عندي هنزل بالدقيق بتاعي. خلاص، بس اهم حاجه هننخله، هو الدقيق نضيف ما فيهوش اي حاجه، بس هننخله برضو ربما يكون فيه حاجه. خلاص، هنزل بال2 كيلو كده دقيق، بسم الله، هنخلهم اهو. بص يا حبايب قلبي، انا نخلت الدقيق بتاعي اهو. اول حاجه هنزل عليه، هنزل بنص معلقه من الملح. الملح سنه. خلاص، هنزل بنص معلقه من الملح، وهنزل عندي ب4 معالق سمسم. انا قلت كل كيلو بياخد معلقتين سمسم. خلاص، 4 معالق سمسم. وعندي هنا معلقتين لكل كيلو، معلقتين شمر وينسون. خلاص اهو، هنزل اهوت ب4 معالق، بسم الله. الله واحد ملوش تاني، 3 4، عشان انا بحب احط في العجوه بتاعتي برضو وانا بسيحها، بحب احط معلقه من الشمر واليانسون، ده بيديها طعم حلو قوي. خلاص، وعندي هنا لكل كيلو معلقه نشا. انا عندي معلقتين نشا اهو. خلاص، هجيب بقى حله كده. انا عندي كل كيلو قلنا هياخد كوبايه لبن. خلاص، هنزل كده بكوبايتين عشان لازم ادفيهم، ما ينفعش اشتغل بيهم ساقعين. خلاص، ادي كوبايه وادي التانية اهو، كوبايتين لبن هدفيهم على النار، وبعد كده هنشوف هنضيف عليهم ايه.
خلاص يا حبايبي انا دفيت اللبن بتاعي اهو. هنزل، قلنا كل كيلو بياخد 4 معالق سكر، خلاص دول 8 عشان عندي 2 كيلو خلاص. وهنزل وكل كيلو هياخد معلقه واحده من معلقه الشاي دي خميره، هنزل بمعلقتين، ادي معلقه وادي التانية خلاص. وهقلبهم كده واسيبهم مع بعض ايه يخمروا على ما اقلب العجينه بتاعتي الدقيق بتاعي خلاص. هركن دول على جنب كده واسيبهم يخمروا اهم على جنب. بصوا يا حبايبي هقلب بقى الخليط بتاعي كده على بعضه اهو. ادمج بقى السمسم بالشمر واليانسون كده في الدقيق بتاعي. السمنه عندي سخنت قدحت خلاص، اركن ده على جنب كده. هجيب السمنه بتاعتي، احنا قايلين عايزين كوبايه زيت على ال2 كيلو، هنحط كوبايه زيت واحده خلاص، لان الكيلو بياخد 350 جرام من السمنه ونص كوبايه زيت. انا حطيت كوبايه زيت هنا عشان خاطر انا عندي 2 كيلو من الدقيق خلاص. انزل بقى عندي كده على الدقيق بتاعي بسم الله اهو. طبعا عشان سخن بسم الله. نجيب معلقه الاول كده خشب، اقلب بيها كده لحد ما ما بس يبرد شويه الدقيق، يبرد لي السمنه بتاعتي شويه، وبعد كده انزل بايديا فيه خلاص. بصوا يا حبايب بقى قلبي بصوا اهو بسم الله. القراقيش يا جماعه ما بتتبسش، القراقيش غير الكحكه خالص خلاص. انا هفضل اعجنه بس كده، ادوب السمنه بتاعتي في الدقيق كده اهو خلاص اهو. الم بس كده يعني كله يتشرب من بعضه خلاص. ما ابسش ما اقعدش ابس فيه كده زي الكحك، لا خلاص. انا بس يا دوبك اقلب كده اهو، اعجن كده لان هو كده بيتعجن، بس بعد ما نحط له بقى الخميره بتاعته واللبن خلاص اهو. اخلي بس الدقيق بتاعي يختفي الاول كده. بصوا يا حبايب قلبي اهي العجينه بتاعتي بقى بصوا اهي، بصوا اهي بقت دايبه معايا، دايبه دوب. بصوا لسه ما اتعجنتش، ما خدتش الميه ولا اللبن بتاعها، بس بصوا متماسكه ازاي اهي خلاص. هحط بقى عندي، هجيب اللبن اللي انا حطيت عليه السكر والخميره، وهنزل عليه. قلنا كل كيلو من الدقيق بياخد ربع معلقه بيكنج باودر، انا هاخد هنا نص معلقه من البيكنج باودر اهو، نص معلقه بس. احنا حاطين خميره بس النص معلقه برضو مع الخميره خلاص. وهقلب كويس بقى جدا، وانزل باللبن بتاعي واعجن بقى، وبعد كده هضيف الميه خلاص. ادوب كويس بس كده الاول بسم الله. انزل بقى باللبن بتاعي كده ابو خميره وسكر وبيكنج باودر واعجن بقى بسم الله اهو. كل كيلو بياخد كوبايه لبن ونص كوبايه ميه خلاص. اللي عايز يستعمل لبن ميه صافي يستعمل، ما يحطش لبن. اللي عايز يحط لبن بودر ويستعمل ميه يحط. اللي عايز يعمله بميه يعمله، بلبن يعمله. كل حاجه متاحه، يعني ممكن ان احنا نقدر نبدل حاجه مكان حاجه خلاص. بس هي دي اهي المقادير الاساسيه بتاعتي اهي. بصوا هجيب بقى كوبايتين كده اهو، اندمج كله اهو مع بعضه. هجيب بقى كوبايه الميه بتاعتي اهي، ولازم تكون دافيه خلاص. وانزل بقى فيها اعجنها اهو بسم الله اهو. انا طبعا عشان الرخامه عاليه عليا فانا مش متحكمه، انا بس هوريكم الاساس كده واحطها على الارض وادوس فيها بقى خلاص. هعجنها كويس قوي واوريكم شكلها بعد ما خدت العجين. هفضل رايحه جايه كده فيها كده اهو كده خلاص، ما بسش كده خلاص اهو، لحد الميه اللي عندي دي ما تختفي، ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي العجينه بتاعتي اهي بعد ما خدمتها كويس. بصوا طريه ازاي، بس طبعا هسيبها تخمر برده شويه. بصوا العجينه عامله ازاي، طريه خالص اهي. بصوا تتشكل معايا زي ما انا عايزه، بس هنسيبها بقى ترتاح شويه كده على ما نجهز العجوه بتاعتنا خلاص اهي.
اغطيها كده بفوطه نظيفه، المها كده الاول اهو اهي. خلاص، بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اغطيها بفوطه نظيفه واسيبها بتاع 10 دقايق كده على ما اجهز العجوه ونرجع نشتغل فيها على طول. بصوا حبايب قلبي، انا عندي العجوه بتاعتي اهو. انا طبعا مش هشتغل بيها كده بالشكل ده، انا هقطعها كده اهو، هي طريه كده كده، بس انا هحطها في الميكرويف. هضيف عليها حته سمنه بلدي خلاص، وشويه الشمر واليانسون اللي انا سايباهم دولت هضيفهم عليها كده، وهضيف عليها كمان للي حابب، اللي بيحب طعم القرفه هضيف كده شويه من القرفه عليها خلاص. وهحط عليها حبه سمنه، هضيف عليها كده بتاع معلقتين سمنه كده، وايه وادخلها الميكروويف تسيح عندي وتبقى طريه عشان اقدر ايه اشكلها خلاص. بصوا يا حبايب قلبي، العجوه بتاعتي اهيت بعد ما سحتها في الميكروويف اهي. اقلبها كويس بس عشان هي سخنه لسه اهي. اندمج تاني كده بقى هنقدر نشكلها زي ما احنا عايزين. بصوا بقت عجينه اهي معانا اهي خلاص. هنبل ايدينا زيت ونشكلها عشان ما تلزقش خلاص اهي. هي عشان فيها سمنه برضو اهي مش هتلزق. هنعملها بقى هنعملها صوابع، هنفردها على كيس، هنعملها ايه هنشوف دلوقتي. هنشكل العجينه بتاعتنا ازاي وهنشكل العجوه بتاعتنا ازاي خلاص اهو. بصوا يا حبايب قلبي كده، بصوا انا عايزه ايه اوريكم كام طريقه تشكيل كده، وبعد كده ايه اقعد على الطبليه بقى على الارض واشتغل. بس ايه، اول حاجه هجيب كيس تلاجة كده افتحه اهو كده خلاص، وهجهز العجوه بتاعتي. هاخد حته من العجوه كده خلاص، هعملها ايه، هعملها بصوا اهي، هفردها كده، هحط بقى عليها الكيس، اطبق عليها الكيس كده وافردها ايه بطول الكيس. عندي النشابه دي كده اهي، اشتغل بيها كده، افرد بيها. اللي عنده دي ماشي، اللي ما عندوش عنده نشابه عاديه ماشي، اللي ما عندوش يعمل بايده مفيش اي مشكله. بس اهم حاجه اني انا افردها كده خلاص، اني انا اهو ارققها خالص عشان خاطر احطها على العجينه بتاعتي. وهنعمل في العجينه برضو بتاعتنا نفس النظام، بين كيس برضو كده وايه، وهفرد فيه العجينه ارققها، وبعد كده ناخدها نحطها على بعض خلاص اهو. هوريكم بس كده فكره بسيطه اهو خلاص. ادي اهي، بصوا بقت رقيقه ازاي، بصوا السمك بتاعها رقيق ازاي ومفروده خالص اهي، ولا تتقطع مني بقى ولا اي حاجه خلاص اهو. هعمل كده اهو، عايزين نفرد اكتر من كده مفيش اي مشكله، هنعمل برضو كده اهو. وبالفراده بتاعتنا دي كده نفرد لحد ما يبقى رقيق خالص. كل ما العجوه بتاعتنا تبقى رقيقه جوه العجين بناخد نتيجه كويسه، ما يبقاش جازع، ما يبقاش مسكر قوي خلاص اهو. هفرد برضو كده اهو، واجيب الكيس التاني اللي انا عملته. اي زيادات ما نقلقش هنشيلها ومفيش اي مشكله. هنجيب الكيس التاني، هنركن العجوه دي كده على جنب. هنجيب الكيس التاني اهو، فتحاه اهو من النص، اجيب فيه حته عجينه. بصوا اللهم صل على النبي، العجينه بتاعتي ملبن بجد ملبن اهي. بصوا هاخد برضو حته كده اهو، دي على جنب كده، واحطها على الكيس بتاعي كده اهو خلاص. نفس ما عملت في العجوه هعمل فيها اهو كده اهو. واحط اطبق عليها الكيس وابدا ايه افردها برضو بالفراده بتاعتي كده اهو. الفراده دي جميله جدا وسهله، وبتتباع في اي حته عند اي بتاع حد مستلزمات خلاص اهو. هفرد كده، بتسهل كده وتساعد عندنا اهو. في كذا طريقه للتشكيل مش طريقه واحده خلاص اهو. ما عندناش نعمل بالنشابه العاديه خالص دي. اهم حاجه ان احنا هنرقق العجينه بتاعتنا خالص، لان كده كده هنحط طبقتين، يعني هنحط دي كده وهنحط عليها واحده تاني خلاص اهو. اي زياده عندنا ما نقلقش منها خالص، هنجيب القطاعه بتاعتنا ونقطع بيها. بصوا اهي، انا هقسم لكم دي اتنين كده، اعملها واحده صغيره عشان انزل تحت ايه على الطبليه اشتغل براحتي. ودي القطاعه اللي هي بتاعت المخلل هنقطع بيها عشان تدينا شكل حلو جدا للعجين. اي عجين زياده هنركنه كده اهو خلاص. هرتب العجينه بتاعتي كده، هفردها كمان فرده عشان تبقى رقيقه اهو. بصوا اهو، فردت معايا بكل سهوله. الكيس دوت بيسهل عليا جدا خلاص اهو، وبتديني بتبقى سمكها واحد، ولا حته تخينه ولا حته رقيقه
بيطلع السمك بتاعها واحد. خلاص هشيل بقى كده، هجيب العجوه بتاعتي اللي انا عاملاها في الكيس اهو، والزقها عليها كده اهو. اشيل الكيس اهو، هاخد نصها بقى لاني انا هتني عليها العجين، بدل ما هعمل واحده تانية لا انا عندي كمان هنا عشان الرخامه صغيره مش عارفه اتحكم فيها، فانا ايه هنزل اقعد تحت على الارض واشتغل. خلاص بس ايه قلت هوريكم كده شكل، وهوريكم برضو وانا شغاله تحت. هتني دي على دي كده اهو. خلاص وهديها برضو ايه فرده كده حلوه صغيره، وبعد كده نقطعها. خلاص اهو نقطع بقى الشكل اللي يريحنا، هنعمل كذا شكل مش شكل واحد اهو. بصوا خلاص هنظبط بقى عندنا كده. بصوا اهي نشيل الزيادات دي كده اهو، ومفيش حاجه هتترمي، كله هنعيد عمايله من اول وجديد تاني. بصوا هنقطع كده اهو مكعبات اهو اهو كده. خلاص ده شكل من الاشكال اهو. خلاص اهو بصوا عامله ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي اهي، في النص العجوه مش باينه خالص. بصوا الجمال اهي لازقه في بعضيها اهي. هجيب بقى الصاج بتاعي وارص، وهنعمل كذا شكل وهوريكم برضو وانا قاعده. يلا بصوا يا حبايب قلبي، هجيب حته من العجينه كده، عندي العجوه الاول اهي ببرمها كده اهي، واعملها رقيقه خالص كده اهو. خلاص واجيب العجينه برضو اعملها نفس الطريقه وابرمها كده وبكفي ايدي كده، وهنزل عليها كده اهو. خلاص اهو وهفردها برضو بالنشابه بتاعتي كده، عايزه تقيس عليها عشان ما تلزقش فيها اهي كده عشان تسهل معايا اهي. اي زيادات مش مشكله، كده كده ده كله هيتعالج. خلاص هشيل بقى الكيس واجيب بقى العجينه اللي انا برماها دي اهي، وهحط كده اهو وافردها ابططها كده بصوابعي كده عليها كده اهو اهو. هاخد حته بقى كده اهو. خلاص اهو واروح بقى ايه تانية كده وايه وبرماها تاني، ونشوف هنعمل الشكل ده ازاي. بصوا اهو كده اهو. خلاص ابرم بقى كده كده اهو. خلاص ايه الزقه كده في بعضه كده اهو كده. بس دي كده اهو. خلاص واجيب كف ايدي انزل عليه كده بالسكينه بتاعتنا المشرشره دي كده، هنقطعه كده ايه سمبوكسات كده اهو. بصوا مش هياخد اي وقت، انا بس عشان بشرح لكم باخد وقت، انما غير كده مش هياخد وقت معانا. خلاص وهنجيب الصاجات بتاعتنا اهو، مش هندهن سمنه ولا حاجه لان هي كلها سمنه، ونلزقهم في بعض عادي، هما مش هيتزقوا في بعض. خلاص اهو نحط كده اهو. طبعا عايزين نكبر عايزين نصغر احنا وراحتنا، الشكل اللي يريحنا عايزين نعمله، عايزين نعملها مدوره، عايزين نعملها قرص، ما اي حاجه احنا عايزين نعملها او نعرف نعملها مفيش اي مشكله. خلاص اهو هكمل بقى بقيه الشكل ده برضو، وهكمل الشكل التاني المربع، ونشوف اي شكل تاني هوريكم انا عملته ازاي. بصوا يا حبايبي بقى هخلص بقى كل التشكيل بتاعي واوريكم ان شاء الله. قبل ما اسويه هوريكم بقى الشكل عامل ازاي، وهقول لكم على طريقه التسويه كمان. خليكم معايا اوعوا تروحوا بعيد. بصوا يا حبايب قلبي ده اللي هي الاشكال بعد ما قطعناها. يلا بقى هندخل في الفرن. خلاص احنا بنقطع ونسوي على طول، ما بنستناش عليه، كده كده هو بيخمر طول ما احنا شغالين، هو بيخمر ويرتفع معانا. شايفين ارتفع ازاي اهو. خلاص ادي السمك بتاعه اهو. بصوا اهو دوت اللي هو المستطيل ده اهو. بصوا السمك ده حلو قوي، وهو في الفرن كمان بينفخ. وعملنا شويه صغيرين اهو، كان معانا واحده طفله بتلعب قعدت عملتهم صوانطتين.
هي عارفه نفسها طبعا، لما تشوف الفيديو هتعرف وتضحك على نفسها. يلا بقى نشوف في الفرن عملنا ايه. بصوا يا حبايب قلبي اهوت، بنحط الشبكه على اول واحده تحت فوق الصاجه، مش بنلزقها في الصاجه، وما بنفتحش الشوايه خالص، بس لو استوى معانا هنفتح الشوايه. بصوا هو كده لونه حلو اهو، هسيبه بس انا فتحت له الشوايه، هو استوى من تحت. بصوا من تحت عامل ازاي، عايزه اوريكم واحده. بصوا شايفين قعره عامل ازاي، احمر اهو، ده من غير ما افتح له الشوايه. ووشه من فوق اهو خد لون، بس عشان انجز في الوقت هفتح الشوايه بس ايه ثواني بس كده، ياخد لون بسيط كده وهخرجه على طول. مالكش دعوه بيا، مالكش دعوه بيا، انا الخصموك، مالكش